آخر أخبار منتخب سوريا. من هو المدرب الجديد؟ ما هي الاستحقاقات القادمة؟ الحقيقة ومنذ خروج منتخب سوريا من التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس آسيا 2027 ومونديال 2026 انتشرت الكثير من التكهنات والإشاعات حول من سيكون المدرب الجديد لمنتخب سوريا. قالوا هناك مدرب عراقي وجزائري. الحقيقة لغاية الآن لا توجد معلومات موثوقة حول هوية المدرب الجديد القادم لمنتخب سوريا. كافة الترجيحات والتوقعات تصب في مصلحة البرتغالي بيسيرو. مدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو صاحب 64 عام، درب العديد من الأندية الأوروبية الشهيرة، كان مساعد للمدرب البرتغالي كيروش، مقاد نادي ريال مدريد موسم 2003-2004. درب البرتغالي أيضا بيسيرو نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، كما درب عدة أندية في الإمارات، السعودية ومصر. أيضا بيسيرو درب عدة منتخبات، فنزويلا، نيجيريا. وللمفارقة فإن منتخب سوريا كان هو السبب في إقالة المدرب المحتمل لمنتخب سوريا البرتغالي جوزيه بيسيرو، وذلك في بطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر 2011، عندما تمكن منتخب سوريا آنذاك من الفوز على منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما عبد الرزاق الحسين. أيضا تشير التوقعات إلى إمكانية تولي المدرب الوطني فجر إبراهيم تدريب منتخب سوريا في المرحلة القادمة. منتخب سوريا استحقاقات كروية قادمة: دورة تايلاند الرباعية التي تضم إضافة إلى منتخب البلد المضيف تايلاند منتخبات طاجكستان والفلبين. دورة تايلاند الرباعية ستقام في شهر تشرين الأول القادم. أيضا لدى منتخب سوريا استحقاق كروي هام: تصفيات كأس آسيا 2027، وذلك في شهر آذار من عام 2025. طبعا ستكون هناك 6 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات. مجموعات تضم إضافة إلى منتخب سوريا ثالث ورابع مجموعات الدور الثاني المؤهل لمونديال 2026 وبطولة كأس آسيا 2027، إلى 3 منتخبات فائزة في الدور التمهيدي. أفضل 3 مصنفين بين خاسري الدور الأول. الأول من كل مجموعة من المجموعات ال6 سيتأهل إلى بطولة كأس آسيا 2027 التي ستقام في السعودية. رأيكم من سيكون مدرب منتخب سوريا الجديد؟